السلام عليكم إخواني أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ فيديو جديد مع الخرجة ديال يسرا. أكيد غتكونوا شفتوا الفيديو، اللي ما شافتوش مشي تشوفوه. وأنا غادي نقول وجهة نظري بالنسبة لهاد الشي اللي سمعتو. كامل الفيديو فيه ساعة كنظن و5 ديال الدقايق. كاينين بعض الأحداث اللي رحنا سمعناها في اليوتيوب واللي عرفناها واللي حسينا بها واللي لمحات ليها يسرا في الفيديوهات ديالها. ولكن كاينة واحد الحاجة اللي أنا توصلت ليها، غادي نعطيكم الوجهة النظر ديالي شنو هو اللي وصل ليا أنا للدماغ ديالي. أوكي، حيت كاينين شي حوايج تسربوا قبل ما تقولهم يسرا. واخا سمعنا بزاف د الناس تيقولوا هاد الهضرة فايتين، سمعناها حتى حنا سمعناها، ولكن واش هاد الشي عادي بالنسبة لكم اخوتي؟ واش هاد الشي عادي؟ أنا بعدا غادي نقول لكم وجهة نظري خفا زربا. فيديو ما غاديش يكون طويل، غادي نقول لكم غير شنو اللي أنا وصل لي للدماغ ديالي، وعاوتاني نقولوا قالتها لبنى شانيل. غنقول لكم شنو وصل لي لدماغي، وديك الساعات ردوا عليا الخبار. علاش؟ لأن حتى واحد الحاجة طرقت ليها يسرا في الفيديو راني قلتها في التحليلات ديالي. راه بزاف ديال الحوايج اللي طرقت لهم يسرا في الفيديو ديالها كنت أنا في النقاش ديالي أولا في التحليل ديالي تنقول لكم هاش كاين واش كاين واش كاين. واخا أنا ما عارفة حتى شي حاجة، ما كنتصلش بهم، ولكن قراءة ما يروج وشنو هداك الشي اللي كنحسو به كدرسيه. يعني والخبرة ديال اليوتيوب والخبرة ديال هاد الناس كي كيهضروا، دوك الناس كي كيهضروا والآخرين كي كيديروا الحركات. أنا اللي قلت لكم، أنا الفيديو اللي حطيتو يسرا ماشي اللي كتعتذر فيه، لأ، اللي من موراه اللي كانت سناء شيكشوب معاها في الفيديو هي وشي وحده اخرى، وكتقول لها كنقول لك سدي فمك، كنقول لك سدي فمك. تما كاين انا حسيت بشي حاجه ما هياش، حيت اللي غايقول لك سدي فمك غايقولها لك قبل ما يوقع لك الواقعه. ما الاول خلاتها مولاتها مسكليل من الاول، غنجيو غنقولوا لك سدي فمك منين تلاقيناك غادا في الطريق معنا في المطار، في الطياره، فاش وصلنا اول ليله غادي نوصيوك ونقولوا لك واش يعني غادي نعطيوك نصائح، حيت حنا فايتين جايين وكنعرفوا. ولكن لا، ما نقولوهاش لك. علاش؟ حيت حنا أصلًا باغيين نخدموك. شي هادوك الناس باش نجيكم من الآخر، هادي هي الفكرة ديالي أنا. واللي متّفق معايا مرحبا، اللي ما متّفقش معايا هذا إحساسي. من الأول هاداك الشي كان غادي يدار، يا سواء على داك الفيديو يا سواء على حاجة أخرى. المهم كانت القضية غادي يدار. هُما قارين بلاناتهم وجايهم الميساج على أنهم خاصهم يعيشوا يسرا في الرعب، ونمرمدوها ونهبطوا لها كواريها ونحكوا لها زنافرها مع الارض، وهي راه قالتها واعترفت بها، لانه ولات غير كطاطي وغير كترغب وغير كتبوشتي ديك القضيه ديال البوس وعنق وداك الشيء. هما اصلا كانوا دارسين ديك اللعبه، سواء بداك الفيديو اللي دارت ولا انها ضربت في الماكله ولا ضربت في شي حاجه اخرى، مع العلم ان داك الشيء راه حنا كنا ناقشنا وقلنا لكم عادي. دابا هي سولات في القانون، واخا كاين اللي كيقول لي لا، راه هادشي ناقشناه في اللايفات، كاين اللي تيقول لي لا راه تما ممنوع انك تعيبي لهم الماكله وراه كاينه القوانين. لا لا لا، ولكن باش تقولي الماكله ما عجبتنيش من حقك. وما يمكنش هذيك القضيه غادي دوك الدرجه داروها اوفر غتحاسبي عليها، ولا غادي تحاكمي عليها بالحبس وغادي توصل لسنوات ويعطيوها الاحكام. داكشي اللي درتي شي حاجه خايبه، قصتي الدوله، قصتي السلطات، قصتي اي حاجه ديالهم اللي كتعلق بالبلاد خايبه، اولا ضربتي شي مواطن تما، اولا درتي شي حاجه اللي يعني كتدخل في سياق واحد الجريمه. اما باش تقولي ما عجبتنيش الماكله في الاوطون وانت مخلصه رزقك، ماشي جريمه. ولكن حنا غادي نشوفوا كيفاش نديروا حتى نلعبوا عليك، بحكم انهم هما جايهم تعليمات لانهم يعيشوا يسرى في الرعب. ويخلعوها ويلعبوا عليها العشرة وما تعيش الحياة مزيان. وباش بقى تقول بحال اللي قالت لكم في الفيديو، عيطت لامي، صيفط لامي وقلت لها ضعي معايا راني جاو البوليس وكذا وكذا. هما بغاو يوصلوها لديك الطريقة على انك نتيا زعما كاينه انت مسخوطه وكنت تقول عليك امك تتسخط عليك واش فهمتي، وكتعاملي خايب مع امك ومع الناس اللي قرابين لك وهذا، كتنفخي. انا نقول لكم شنو هادشي كله، هادشي مدروس ومقري ومخلصه فلوسها من الاول. راك شفتوا شنو داروا ليها، حيت راه ما يمكنش من الاول عطاوها شومبر ما زويناش،
يعني من الأول هُما بادين معاها، راه ماشي حتى دارت الفيديو ولا حتى هدرات، لا، لا، شتي يسرا داك الشي مخدوم ديالها، اللي بغا يقابحني يقابحني، داك الشي مخدوم من الأول موصّي، وكذلك حتى الهضرة باش نقول الهضرة باش تعرفوها أنها مخدومة القضية وداك الشي، حتى الهضرة خارجة، كاع الحاجة اللي كطرا تما كتخرج وكتوصل، علاش كون ما كناش حنا خادمين القضية راه ما غاديش توصل الهضرة، ما تخرجش، غتبقى بيناتنا. تبقى بيناتنا، ولكن لأ، حيت القضية مدروسة على أنهم يعيشوا هذاك الرعب، زعما بحال نقول لك أنتِ ما كتخافيش، كنعرفوك بحال واصل لهم ميساج أنك أنتِ ما كتخافيش، وحتى نصحوا أنا نهضر لكم غير على الصعيب باش تفهموا، باش تلاقيو الخيوط وتفهموني، ربما كاين اللي ما غيفهمني شي. باش تفهموا القضية غير مؤخرًا الصلح كيقولوا ليها تصالحي مع امك وتصوري معاها، وعلاش انت ما بغاش تصوري معاها وما درتيش لنا فيديو ديال الصلح وكتنقطي لنا شويه بشويه. شو داكشي كاين الناس اللي فاقتهم هادشي، خليو عليكم داكشي القديم اللي كانت كتخرج وتتهضر على امها، هذاك الشيء محطوط اكوتي، وزايدين لها زعما ديك القضيه ديال انها ما كديرها اللي في راسها، زعما غنحكوا لك داك الزنافر ديالك، غادي نهبطوا لك كواريك، غادي نجيبوك حتى لعندنا ونمرمدوك. واش فهمتوا الميساج ولا ما فهمتوش؟ كنظن الناس الواعيه اللي كتفهمها وهي طايره راه غادي تفهمني، واخا انني ما غاديش نسمي وندخل في شي تفاصيل اللي انا حسيت بهم ولكن ما ندخلش فيهم. علاش؟ باش ما نتسماش كنترمى على شي حد ولا كنجبد شي حد، ولكن هذا احساسي، هكا انا حسيت. ماشي غير احساس، باش نكون معكم واقعيه، هو قراءه، قريت ما يروج في اليوتيوب. كذلك كنت كنسمع على أن نهار تخرجي يدار لك، كانوا تهديدات سابقًا، كانوا تهديدات، باش تفهموا أنا شوية شوية نزيد لكم نويطات باش تلاقيو الخيوط. كانوا تهديدات ديال شحال هادي والله يشدوك فواحد البلاصة تيديروا لك، والله وبلاتي عليك تتكوني في شي بلاصة ويدار لك ويتفعل لك. هادو تهديدات اللي كانوا وطبقوا، اللي كانوا كيروجوا في اليوتيوب ضد يسرى وطبقوا، شفتهم دابا أنا خصوصًا منين حكات لينا يسرا في الفيديو ديالها بلي ديطاي الأحداث، تما فهمت. راه غادي تذكروا لأن كانوا الناس يقولوا ليها هادشي تيكون نشدوك في شي بلاصة، هادشي تيكون نديرو ونتلاقاك في شي بلاصة نفعلو لك ونتركو. هادو راه كانوا عيالات كيعطيو مداخلات، كانوا بزاف. المهم بلا ما ندخل لكم في التفاصيل غادي تفهموا. كاينه ناس حاقده على يسرا وباغا تنتقم منها من هادشي اللي راج في اليوتيوب. مثلا كاينين اللي تيامنوا تيقول لك لا، هي كانت مسخوطه ديال ما، وهي تعدات على ما، وهي كتتفقس ما، وحنا حتى حنا غادي نفقسوها ونشدوها نفركوها ونديروا ليها. راه هادشي راه كان متوقع. ما عرفتش علاش يسرا ما عمرها حست بهادشي. هي يسرا هكا دايره، ما كتخافش، راه كتحسوا بها كتقولها في الفيديوهات، كتقول لك زعما انا قويه وكنقوي راسي. وبحال دابا ملي تتقول لها راه غادي يوقع ويوقع، هي بحال البارح، هي البارح ملي كان في التعاليق في اللايف ديالها كلشي تيقول لها الولد وقفي في شي بلاصه، حيدي دوك الماليطات من حداه، دابا طيحي عليه شي ماليطه وتقصحو. ما كتسمعش، يعني ما كديرش ديك ردة فعل على ان بصح يعني راه شي واحد نصحني اولا راه قال لي شي حاجه وخصني نرد البال معاها، من غير ديك القضيه ديال لافاليز ديالها اللي قلباتهم مزيان. هذيك دارتها مزيانه، ما خرجتش داك النهار، لانها عرفتي علاش؟ لان حست بالوضع خطر عليها، حست بانه ملي عاقت بهم انهم كانوا متفقين عليها ينتقموا منها. هذا راه كنسمي انا انتقام. علاش؟ انا كنرجع على ان هذا الشيء كان مخطط له، لانه انتقام. ما يمكنش واحد المجموعه ما تتعرفيهم، ما تتقيسيهم، ما تتاديهم، غيديروا عليك هاد الرباطيه كامله. ما يمكنش. علاش؟ كوم كوا قلت ان ما عجبتنيش ماكله القطه، راه ما يمكنش. راه علاش غادي تشوفوا بان الاخرين تا هما قالوا ما كتعجبناش الماكله وما عجبتناش الماكله، راه قالوها وتشيتوا من مور يسرى في الفيديو ديالها، تقالت عاوتاني وتحطات في ستوريات ان الماكله ما زويناش، وراني فايته حطيت لكم كنظن شي ستوري. راه ماشي داك هو المشكل الاساسي باش تفهموها، راه ماشي المشكل الاساسي هو انه داك مول البرنامج غادي يضر من ديك الهضره اللي قالت له على الماكله ولا لا. شكون دافع ديك جوج كلمات اللي قالتهم ما عجبتنيش الماكله؟ عادي، راه كاين اللي تيقول لك هذيك الماكله ما زويناش وغادي نمشي ناكل في بلاصه اخرى. راه في اي بلاد كتمشي كتلقي الماكله ما تعجبكش تمشي دي طابي في جوجل. دابا هما ولاو كيديروا داك الشات جي بي تي، دابا حنا كنا كنديروا غا جوجل
معروفة كنطابيو في جوجل ريستورا مغربية ولا حلال ولا هادي كتقلبي كتلقاي، يعني معروفة أن بنادم راه كيمشي لشي بلاد راه ما غيلقاش الماكلة اللي كتعجبو، راه ماشي بلادو هاديك، راه بلاد غريبة شوية عاداتها غريبة، تقاليدها غريبة، كلشي ديالها غريب، على الناس دابا إلا قالت لهم يسرا الماكلة زوينة راه غادي يتيقوها زعما، راه الماكلة زوينة، راه الناس شوف الناس راه فاهمة اللي غتمشي لتايلاند إلا القليل اللي ما فاهمش، أما اللي غيمشي تايلاند أولا أي دولة غريبة اللي معروف عليها أكلها شوية غريب، راه غادي يتوقع أنه ما غيلقاش الماكلة، راه غير في الحج ملي كيمشيو الناس للحج راه الناس هادي عارفين هاد القضية راه كيديو معاهم التقدية من المغرب أولا إسبانيا، راه كيديو معاهم بزاف د المسائل اللي ما كايناش تما كاينة، في داك المكان هذاك ما كايناش ديك التقدية ديال اللي نفس حنا نفس الأكل اللي كناكلو حنا، راه كيديو معاهم كسكسو كنظن كيديو معاهم على ما عقلت أنا بعدا كسكسو، المهم بزاف شي حويجات اللي ما غيلقاوهمش تما بحكم كيدوزو شهر تما راه كيحتاجو كيديو معاهم، أنا هاد القضية سمعتها ومتأكدة منها ودابا تقدروا تقولوها الناس اللي عندهم تجربة تا هما يقولوها لي في التعاليق، عادي حنا عارفين أي دولة مشيتي لها راه خصك كضربي ديك البرنامج ديالك على أن راه تما ماكلة ماشي هي ماكلتك انت اللي مولفة، خصوصا حنا المغاربة ماكلتنا في شي شكل مبعكة وعندنا ماكلة سبيسيال ومعروفة عالميا وما كاينة حتى بلاد يعني غتشبهنا في الماكلة باش نجيكم من الآخر، هذا ما غاديش يضر البرنامج بحد ذاته، لأن تا هما عندهم واحد الوصفات هكا هادوك تيتسماو هنا عندنا في إسبانيا طابات، كيداروا بديك لافوكا بلي توست بديك السالمون بديك واحد الزراريع وداك الشيء، أنا حيت شفتو أنا في لي ستوري ديالهم وأنا عارفة هو ديك العواصير وداك الشيء ديالهم هما معروفين بهاد الشيء هذا لي صوب وداك التخربيق، ولكن باش تلقاي ماكلتنا حنا غتلقايها قليلة ولكن غتلقايها، ولكن هما ماكلتهم بحال ديالنا راه ما تلقايهاش، معروفة هادي، يعني بلا ما يبقاو يضخو علينا، أنا عندي إحساس على أن داك الشيء كان مطبوخ. ومن ورائه أحد أولا هما أولا مجموعة أولا جوج أولا ما عرفتش، المهم كاين شي حد اللي مور هاد الطبخة هادي اللي دارت اليسرى من الآخر، وبحال والو من لهنا لقدام بحال والو تخرج شي تسريبات تخرج شي أخبار، يقدروا هادوك الجماعة يدابزوا مع بعضياتهم داك الجروب يقدروا يفرشوا بعضياتهم، تقدر توقع شي حاجة مع داك مول البرنامج ويفضحوه وبزاف د الحوايج يقدروا يوقعوا، حيت ربي كبير، حيت هاد الشي راه ماشي عادي، راه ميمكنش المجموعة كاملة اتفقت عليها ونبدات إلا وأنهم محرضين عليها من الديبار، قبل ما تقلّع، من تحطّات في البرنامج على أنها غتجي وراه خرج التسريب، هي ديك الساعات كتقول أنا مسافرة ولكن ما قايلاش فين تمشي، ولكن خرجت تسريبات وكتكتب حتى في التعليق بأن يسرا غدا لتايلاند، أيوا راه من تما تعرفوا على أن الناس عرفوها غدا لتايلاند والمجموعة اللي معاها عرفوها غدا لتايلاند، واللي هدر معاهم راه هدر معاهم، واللي قال لهم هذيك راه مسخوطة وراه كتكدير لأمها وكتفعل لأمها وراه كاين اللي تيعطيوهم حتى ديك القضية ديال التهمة راه كاينة راه غير ما كاينش شهود وطاطا من لهنا وزيد من لهنا، راكم عارفين بلا ما نوضح ليكم أنا غير كنلمح ليكم وانتم طيروها في السما، نتوما البيبين وغادي تفهموني 100% غادي تفهموني، كنتسنى تعليقاتكم تقولوا لي الرأي ديالكم واش متفقين معايا، ولكن حلوا لي دماغكم وبعدوا على العاطفة، شي العاطفة بعدوا منها وحطوا لي العقل ديالكم وركزوا مع كلامي، واخا انني غير كنلمح ما بغيتش مثلا نعطي امثله نقول مثلا كذا وكذا ومثلا كذا وكذا ما بغيتش نعطيها، ولكن اللي في دماغي راه في دماغي، ويقدر كيما قلت لكم في واحد النهار يتفرش شي حاجه تقدر تفضح، يقدر ربي يفضحهم ماشي بعيد، ربي كبير ان هاد الظلم اللي وقع، راه قالتها يسرا قالت لك انا فيا الجانب الخايب، انا كنقول لكم فيها شي حويجات خايبين، ولكن باش تشدها وتحقر عليها وتظلمها ودير لها داك الضغط النفسي وتعذبها العذاب الشديد لا، او واه بزاف كاع ما شنو دايره ديك السيده، حنا اللي كنعرفوا على ان مشات في الرجلين، ما نكذبوش على الله، والديها هما السبب ديالها في هاد الشيء اللي دار كله اللي عشناه كامل، والديها وراكم شايفينهم هما الدنيا هانيه عندهم ومدوزينها بسلام صافي عادي ما كاين والو، والبنت تتكل العصا وتبقى دائما عندها ديك الشبهه، وراه كيكتبوها لهم في التعاليق، ويلي ما لقيتو مع من تمشيو غير مع ديك المسخوطه، وهاد الشيء راه خليه عليك التحريض في الخاص، هذا راه كنقول لكم كان التحريض نتوما شفتوه كان تحريض وهجومات في التعاليق في الانستغرام في لي كونطات ديالهم في اي بلاصه درتي كتلقاي التحريضات، وما بالك الخاص شنو واقع فيه، نتوما عارفين
نتوما عارفين شنو كيدور في الخاص، وعارفين صحاب الانستغرام اش تيديروا، وعارفين لي باج. عطيني نعطيك دوزي خبيره، قولي هادي. المهم هذا غير بحال كندردر لكم الملحه اللي بقات ناقصه وصافي. نتوما فهموها ونتوما كملوا من عندكم. وهذا هو الراي ديالي في الفيديو اللي حطات يسرى. هذه هي الخلاصه اللي بغيت نوصل لكم، هي ان داكشي كان دار عمدا، وكان مطبوخ، وكان متفقين عليه، وما جاش بصدفه، وما جاش هكا غير حتى دار داك الفيديو. نو 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 نو، داكشي كان مريقل مصوب، وبنادم ما حاملهاش، ولكن كان ناوي ليها انه يعذبها ويعيشها الرعب. وفعلا راه عيشوها الرعب، ديال الحقيقه. وتكرفصات وما خداتش الشومبر. راه من النهار الاول الناس انتقدات هادشي، ما خداتش الشومبر بحالهم. شي واخد ديلوكس، وشي واخد شومبر جات في القوادس وداك الشيء، يعني لا علاقه. كما قلت هي البروده الغموله، حتى من الحشرات شفناهم كتقتلهم على المباشر. بزاف ديال الحوايج اللي واضحين على انهم داروا لها داك الشيء بالعاني. عطيتي فلوس وغادي تكرسي، حيت انتي عندنا معاك تصفيه حسابات من الاخر. ماشي هما اللي عندهم، وانما هما يخدموا القضيه. واش فهمتوا؟ يخدموا القضيه على حساب الناس اخرين، هما اللي كانوا باغي تصفيه حسابات مع يسرا. صافي بغاو يسرا يشوفوها محطمه، ويقولوا لها وشوفوا عقلوا على هذا الهضره، ويقولوا لها داك هي السخط. خليوني من دوك اللي كيقولوا ذنوب فلانه خرجوا فيك. نو نو نو، هذيك الشيء بعيد. داك الناس هذوك بعادين وما غاديش يوصلوا لدرجه انه توصلوا هذا. نو، الناس اللي كيقولوا لها خرج فيك ذنوب امك، شتي الام، شتي ذنوب امك، مع العلم ما كاين حتى شي ذنوب. راه كل شيء معروف، وكل شيء داز في القضاء، وكل شيء شفناه بعينينا، وشفنا الاحكام، وشفنا التعدي، وشفنا كل شيء. واخا حنا تنقولوا صافي داك الشيء داز بيناتهم، تصالحوا، هي بغات تبدا حياه جديده سامحاتها، تصالحات مع داك صلح عادي. ولكن راه شوفوا اللي في القلب تيبقى في القلب. شوف الادم ما تيتنساش. واش دابا هي غتنسى هادشي اللي داز عليها؟ ما غتنساش. كذلك غتنسى داكشي اللي داز عليها شحال هادي. نسينا حنا؟ ما نسيناش. غينساوه الناس؟ ما غينساوش. ولكن كاينه واحد القضيه ديال ان كاين باقي ناس مآمنه بواحد القضيه، مآمنين بها، ما بغاش تحيد لهم من دماغهم. علاش؟ الله اعلم شكون عطاهم هاد الاشاره هادي، شكون اللي اكد لهم داكشي. هادشي اللي كاين صافي من الاخر. تيقولوا بان الام مغلوبه على امرها، ما لقاتش اللي يوقف معاها، وسالينا باش نكونوا واضحين. حتى لهنا اخواني اخواتي، عطيتكم بزاف ديال الرسائل واشارات، نتوما التقطوها وحلوا وناقشوا. هنا غادي نختم هذا الفيديو هذا، وغادي نلوح لكم. وتل العشيه ولا الليل الا كنت انني غنكون خارجه في هذا الوقت اللي نلوح لكم الفيديو، غنكون خارجه على الدار حتى الليل، وندير معكم شي لايف الا وصلت بكري، ندير معكم شي لايف ان شاء الله. واللي بغات تناقش مع انني ما درتش هذه يومين لايف للبنات، كنت مسافره راكم عارفين. اخبار في راسكم اخوتي، تهلاو في راسكم، مع السلامه.